احنا ما بلاش بنتقن حاجه، يعني حاجه تزعل والله، يعني حتى يعني مع احترامي العمال كتير في منهم مهره، كان زمان كنا نسمع الموضوع بقى عمال المهره ومحمد علي باشا والاستانه والكلام، من كتر دقه العامل المصري وصناعته بيشرب ابنه او اللي حوالين صنعه، كان في اتقان وكان في تميز. دلوقتي لظروف او لاخرى مش هنتهمهم، لان احيانا ناحيه قله الناحيه الاقتصاديه والناحيه التعليميه بالتالي بتنخفض الناحيه في الكواليتي التصنيع، فبالتالي ما بقاش عندنا اتقان، ودي مصيبه كبيره وعايزين نعالجها بسرعه. والله حضرتك يعني انا مبسوط وسعيد بكلامك، لانه ده لب الموضوع. انت النهارده الفئات الاساسيه المحركه للمجتمع، المحركه للاقتصاد الكلي اللي هيعود على البلد كلها بالنفع، هم العامل والفلاح. والفئتين دول احنا كمجتمع اسأنا اليهم. بمعنى ايه احنا اسأنا اليهم؟ بمعنى ان احنا تعاملنا مع العامل ده على انه من الفئات المهمشه اللي مش المفروض ان هو يطالب بحقه، او مش المفروض ان هو ليه حقوق اصلا. وتعاملنا مع الفلاح أسوة بيه. حضرتك عايز تنظر في حال الدول التي تطورت صناعيا، تعال نشوف التجربة البريطانية واكتشافهم للطاقة البخارية، واللي كان على أثرها بريطانيا نجحت ان هي تبقى المصنع الأول في العالم. وتعال نشوف الدول الأخرى تطورت ازاي. ألمانيا ازاي في بدايتها كانت بتبعت أبنائها عشان يتدربوا في إنجلترا. ألمانيا ازاي كانت بتستورد العدد والآلات معفاة تماما من الجمارك عشان تشجع العامل بتاعها على انه يتدرب. تعال نشوف مصر عملت ايه للعامل بتاعها من 20 سنة. ايه يا ترى التطوير اللي احنا عملناه له؟ لا، احنا اول حاجة عملنا حاجة ان احنا خلينا الرأي العام يتكون عنده فكرة ان العامل ده مهنة مهينة، ما هياش مهنة شريفة. دكتور احمد، واحنا بنتكلم مع حضرتك النهارده، انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس انا كلامي على العامل ده شيء مهم جدا. انا هتكلم في نطاق العامل برضو. الناس كلها بتقول عايزين النهارده الحل ايه؟ الحل بنتكلم على 20 سنه فاتت. احنا لازم نرجع النهارده للدراسه الفنيه. ايوه، العلوم الفنيه. مش لازم ان كل المصريين لما يجوا يتعلموا يدخلوا ياخدوا ثانويه عامه ويدخلوا عشان خاطر ياخدوا مؤهل عالي عشان خاطر يبقى موظف. الفكره دي لازم تتشال من دماغ الناس، لازم تتشال من دماغهم لما نحترم احنا جميع الفئات. بالظبط كده. ما هو انا قلت لحضرتك البدايه كانت من عندنا احنا كمجتمع اسأنا لنفسنا وضرنا نفسينا. لكن احنا لا، ده الفئات دي هي المحركه للاقتصاد الكلي المصري. لن يتحقق في مصر طفره دون العامل والفلاح. صحيح. الاثنين دول احنا اسأنا لهم وما منحناش اي حد فيهم حقوقه، وترتب على ذلك الوضع اللي احنا فيه النهارده. فيجب ان نعيد الامور لنصابها السليم. فحضرتك لازم مبدئيا نبدأ نقنع المجتمع من خلال الأدوات الإعلامية اللي حضراتكم طبعا يعني بارعين فيها، إن لا بالعكس، ده العمل ده شرف. يعني العمل والعرق والاجتهاد ده شرف. فلازم مبدئيا نقنع الناس بالفكرة دي، عشان كل أب يقدر إنه يدخل ابنه لمدرسة مهنية أو مدرسة فنية تخرج لنا عامل فعلا قادر يخدم سوق العمل. بلس ان احنا عندنا المدارس دي في حد ذاتها لغايه النهارده بتعتمد على الطرق القديمه. تعالى انا وحضرتك النهارده ننزل في جوله ميدانيه عشان نشوف المدارس الصناعيه في مصر. ايه هي طرق التصنيع اللي هم بيعلموها لشبابنا؟ احنا اكبر مستهلك واكبر مستهلك في حاجات كتير جدا. لكن حضرتك لو اكتشفت ان انت لو دخلت اي مدرسه صناعيه موجوده في مصر هتلاقي ان طريقه التصنيع اللي احنا بنعلم ولادنا عليها طريقه انقرضت من كل العالم من اكتر من 20 سنه. فلا، ده انا لازم اهتم بجوده التعليم الفني. كانت في تجربه مبارك كول كانت ناجحه جدا طبعا. كان فيها يمكن الطالب وهو داخل المدرسه بيتدرب في الشركه اللي هو ان شاء الله هيشتغل فيها من خلال امكانياته الفنيه اللي تتناسب مع خطوط الانتاج المتميزه. طبعا زي ما حضرتك بتتكلم كان في تجربه وحيده، لكن للاسف ما عممتش على كل انحاء الجمهوريه، لان مصر مش القاهره بس. مصر فيها ارجاء اخرى. طب والسبب ايه؟ السبب كان عدم وجود وعي قومي. يعني انا بفسر الموضوع ان احنا ما كانش عندنا وعي قومي بايه اولوياتنا. انا شايف ان الفلاح والعامل على راس اولويات المصريين. احنا هنهتم بيهم عشان كلنا هنقدر نتحرك خطوه واحده للامام مع بعض. مش مستحيل ان احنا نتحرك بدونهم طبعا. ده هم النواه والمحرك الاساسي. واحنا عشان نبقى عارفين برضو الشق الاخر، يعني زي ما احنا محتاجين ان احنا نمرن العامل ده وندربه على الطرق الانتاجيه الحديثه، زي ما انا كمان محتاج اوفر له عمل. زي ما حضرتك كنت بتقول كان اللي بيدرس في مدرسه مبارك كول بيخرج يلاقي فرصه عمل، لكن للاسف ده انتهى. ده ما بقاش موجود دلوقتي. النهارده العامل بيخرج من الدراسه الفنيه بتاعته مطلوب منه ان هو كمان يشتغل اي حاجه، لان ما بقاش فيه مصنع.
واذا وجد مصنع فنبدا نشوف ازاي المصنع ده بيتعامل معاه. يعني انا كتير من المشاكل اللي انا بقابلها من العمال هو عدم احساسهم بالاستقرار. عدم احساسه بالاستقرار ده راجع لسببين. اول سبب ان هو ما بيشتغلش، وفي كتير في 70% من المصانع العامله في مصر العمال اللي فيها ما لهمش عقود عمل. طيب ما عشان حضرتك ولا في حقوق ولا في ضمانات. اضف الى ذلك ان هم مش مؤمن عليهم، هم غير خاضعين لاي وقت يستغنى او لغطاء التامين الاجتماعي. يعني حضرتك النهارده عشان تبقى بتبتكر او بتبقى بتجتهد تبقى انت محتاج تبقى في استقرار. اذا انت مش متوفر لك الاستقرار ده يبقى احنا النهارده بنواجه مشكله حقيقيه. انا لازم اذلل لك المشاكل اللي انت بتقابلها عشان اسمح لك ان انت تشتغل على نفسك تحس بقى ان هو بيشتغل بالظبط كده. وده برضو من عيوب ان احنا ما بقاش عندنا يعني جهات رقابيه فعاله. يعني حضرتك زي ما بقول لك بنسبه 70% من العمال الموجودين في مصر في هذا الوقت وانا بكلمك على مسؤوليتي ما عندهمش عقود عمل ولا يشملهم غطاء التامين الاجتماعي. من المفترض ان قانون العمل الحالي رقم 12 لسنه 2003 بيفرض عقوبات على صاحب العمل اللي بيشغل عنده عامل من غير عقد او اللي بيشغله من غير تامين. لكن في الحقيقه هذه الرقابه غير مفعله. النهارده العقوبه اصبحت يعني غير رادعه. ومتى هتفعل بقى بالفعل؟ المفروض ان احنا النهارده الخطوات بتاعه الاصلاح التشريعي من اهميتها هو تفعيل القوانين. فتفعيل القوانين من حيث ان في بعض النصوص اللي النهارده ما بقتش تتلائم مع الظروف اللي احنا فيها، وفي نصوص اخرى محتاجه تعدل بحيث ان العقوبات تغلظ بما يضمن للعامل حقه. اضف الى ذلك ان الطبيعي ان اذا حضرتك كنت تعمل في منشاه وما عندكش عقد عمل وما عندكش تامينات ثم نشات مشكله ما بينك وما بين صاحب العمل، فصاحب العمل ده رماك في الشارع زي ما بيقولوا كده على طول زي ما بيقولوا. لا ده استمارة 6 دي ليها حوار تاني هقول لحضرتك. هيبقى قدامك ان انت تروح ترفع قضيه والقضيه دي تاخد في لجنه ثلاثيه وقصه بقى. اتلغت اللجان دي يعني طبيعه اللجان دي اتلغت بموجب القانون رقم 12 لسنه 2000. ده في ناس ما تعرفش الكلام ده لغايه دلوقتي. ده طبعا ده قله الوعي دي يعني كارثه ثانيه. احنا ما احنا دورنا هنا ان احنا بنوعي الناس. ده طبعا ده شق اساسي من الموضوع. احنا لازم نقول للناس ايه حقوقهم. لكن المشكله الحقيقيه لما حضرتك بقى هتيجي نمشي مع العامل ده، تعالى انا عايزك تاخد حقك. خلاص احنا رحنا وطالبنا بحقك ده في الجهات المعنيه الا وهي مكتب التامينات ومكتب العمل، وتوجهنا بعد كده رفعنا الشكوى للمحكمه. هتلاقي حضرتك الموضوع بيصطدم في المحكمه ان كل حاله عشان انت ما عندكش عقد عمل انت لازم تجيب شهود، ولازم المحكمه تحيل هذه القضيه الى خبراء وزاره العدل عشان نقدر نثبت واقعه ان انت بتشتغل في المؤسسه دي عشان اقدر اجيب لحضرتك حقوقك. كم القضايا بقى المكدسه في مكتب خبراء وزاره العدل لا يسمح لهم الا ان هم حضرتك قضيتك على الاقل هتاخد ما بين 2 ل3 سنوات لمجرد ان انت تحصل عن اجرك اللي انت منعت عنه، او ان انت يعني تاخد اي حق من حقوقك التي ترتبط عن عملك. مستحيل ان انا اقول لك ان انت تعمل من غير اجر، او ان انا اقول لك ان انت ما تاخدش مكافاه نهايه خدمه، او ان انت ما تتحصلش على حقوقك. اذا حضرتك كلام حضرتك بيدور حول العداله طبعا، وده بيبقى شق اساسي. لو جينا اتكلمنا عن دوله من الدول العظمى في وقت بقى كانت بتمر بظروف كارثيه، طالعه مهزومه متبهدله من حرب ووضعها يعني اسوأ من حالنا بكتير جدا. ونشوف رئيس وزراء بريطانيا وداخل حد بيقول له سيدي لقد ضعنا، هزمنا في الحرب وضعنا وضاعت الدوله وحاجات بقى يعني. فقال له خبرني عن شيئين. اول حاجه الشيء الاول قال له خبرني عن العداله، قال له العداله بخير. قال له الشيء الثاني خبرني عن التعليم، قال له التعليم بخير. قال له اذا لم نضيع، يعني احنا على خير طالما في عداله بخير وفي تعليم بخير يبقى الدنيا هتبقى ماشيه صح. وقاموا بقت لهم قومه بقوا دوله عظمى. اذا احنا لو بنبتدي دلوقتي احنا مش اسوأ حالا من الناس اللي طالعه من كوارث كبيره. لو ابتدينا في حاله ان احنا نعتني بالعدل والعداله. كلام حضرتك في التشريعات كلام محترم وعجيب. توقفنا عند عبارتين لحضرتك هم بالفعل الحقيقه اللي احنا عايزينهم. التعليم ان احنا نعلم العامل ده حقيقي هو ازاي يبقى عامل ناجح. ده اللي انت قلته في البدايه. وثانيا زي ما حضرتك بتقول العداله، لان انا لو ما توفرليش العداله دي انا مش هقدر اعمل اي حاجه. طيب العداله هقول لحضرتك على واقعه بسيطه تقول لك كم المهزله اللي احنا فيها. انا عندي رئيس مجلس اداره شركه استثمار. اسم الشركه هو طبعا هو جنسيته الماني الجنسيه. ففوجئ هو كان عمل هنا شركه وبيأسسها عشان ينقل لنا تكنولوجيا معينه.
جت شركه من شركات التوظيف هي اللي وظفت له العماله بتاعه الشركه ديت. وكان ضمن المستندات اللي هم بيطلبوا منه انه يخلي العامل يمضي عليها استماره 6 زي ما حضرتك بتتكلم. فالراجل كان عنده سؤال غريب، ازاي انا بخلي العامل دلوقتي يوقع على عقد عمل، وازاي انا بخليه في نفس الوقت يوقع على استقاله؟ يعني ما هي استماره 6 دي استقاله، يعني دي مش، لا دي مش فصل، بيخلي الامر بايد الاداره. بالظبط كده، يعني تحت رحمه الله. هو طبعا عشان المينتاليتي بتاعته ما نشأتش وفي المجتمع المصري مش قادر يتقبل الفكره، ازاي احنا بنديله في البدايه بالظبط، ازاي انا بديله نصيحه ان انت اول لما تجيب العامل تعيينه عندك في ضمن مسوغات التعيين عقد عمل واستقاله. كيف يتوازى هذا؟ هو مش قادر يدرك الفكره دي. فدي مهزله احنا عايشين طبعا فيها. فاحنا لازم اول نواه نهتم بيها في المنظومه العداله في التشريع بقى. حضرتك لازم تاخد نقطتين. انا عشان اهتم بالعامل، انا مع العمال على فكره وحاسس بيهم وكل حاجه، لكن انا عايز برضو الراجل اللي هو صاحب المشروع ده عايزه يكسب، علشان لما يكسب يزود الناس دي ويحافظ، لان ممكن في بعض الناس بيلاقي نفسه بيخسر. طب هو بيخسر وعنده عمال كتير، وهو يعني هو عايز يتمسك بيهم، بس عايز يعمل وزن توازن ما بين العامل وصاحب العمل، عشان لما يكون في عداله للاثنين البلد تنجح. وزي ما احنا اتفقنا في بدايه كلامنا ان لن ننجح في الاستثمار او في عمليه التنميه من خلال تشريع واحد. احنا في حزمه معينه من التشريعات المرتبطه بصاحب العمل والمرتبطه بالعامل والمرتبطه بالمستهلك، لان المنظومه فيها الثلاثه. ما تقدرش تفصل حد منهم عن الثاني. يعني انا ما ينفعش ان انا امنح صاحب العمل من حقوق وامنع منها المستهلك. لا، ده احنا لازم يبقى في اصلاح تشريعي على نطاق جميع الفئات عشان نقدر ننمو بدولتنا، نقدر نوجهها فعلا لمسيره التنميه.